تابوناو في القناة باش توصلوا بكل جديد الأخبار الحصرية. توج الدولي المغربي حكيم زياش بجائزة رجل المباراة أمام بلجيكا في المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره البلجيكي اليوم الأحد برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022. وجاء تتويج حكيم زياش بهذه الجائزة بعد مردوده الجيد الذي ظهر به في هذه المباراة، حيث ساهم بشكل كبير في الفوز الهام الذي حققه المنتخب المغربي. وحقق المنتخب الوطني المغربي فوزا تاريخيا على نظيره البلجيكي ب2-0 من إحراز عبد الحميد الصابري وزكريا أبو خلال، ليرفع من حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني لنهائية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ المنتخب الوطني. تابوناو في القناة باش توصلوا بكل جديد الأخبار الحصرية.